لماذا لا توجد الحيوانات ولا الطيور ولا حتى الأسماك في هذا البحر؟ ويقولون إن فيه علاجا وشفاء، بينما يراه البعض آثارا للعذاب. هذا هو البحر الميت، يقع على عمق يقارب 431 مترا تحت مستوى سطح البحر، مما يجعله أخفض نقطة يابسة على وجه الأرض. نحن نسميه بحرا، لكن في الحقيقة هو ليس بحرا بالمعنى التقني. إنه في الأصل بحيرة مغلقة، لأنه محاط باليابسة بالكامل ولا يملك أي اتصال مفتوح بالمحيط. للبحر الميت منفذ مائي رئيسي واحد فقط، وهو نهر الأردن، لكن لا يوجد له أي مخرج. ولهذا السبب فإن الماء لا يغادره إلا بطريقة واحدة: التبخر. وعندما يتبخر الماء يبقى الملح في مكانه. وعلى مدى آلاف السنين جعلت هذه العملية مياهها شديدة الملوحة بشكل غير طبيعي. تبلغ نسبة الملوحة فيه حوالي 34%، أي ما يقارب 10 أضعاف ملوحة مياه البحر العادية. ولهذا السبب فإن كثافة الماء فيه مرتفعة جدا، لدرجة أن الإنسان لا يغرق داخله. هذه الكمية الهائلة من الملح تسحب الماء من الخلايا وتفسد توازنها الطبيعي، والنتيجة لا تستطيع الأسماك ولا النباتات ولا أغلب الكائنات الحية العيش في هذه البيئة القاسية جدا. ولهذا سمي البحر الميت. لكن المدهش أن كثيرا من الناس لا يرونه مكانا ميتا أبدا، بل يعتبرونه منتجعا علاجيا طبيعيا، خصوصا لمشاكل البشرة. ولكن كيف يطلب الإنسان الشفاء في مكان لا حياة فيه، في أرض ارتبطت بهلاك قوم؟